حمدي ناصر يتابع يعمل كنترول، ومره ثانيه تمريره عند ناصر، ادي التحرك من سيف وادي التسديده وشوبير مره ثانيه وجول جول 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 في الدقيقه 44. اديني سيف وكمان سيف من تمريره تسعد الجماهير البيضاء في الدقيقه الاخيره من عمر وزمن الشوط الاول الدولي التونسي. سيف الجزيري يبدي الحماس والراحه والاطمئنان لجوزيه جوميز، لكن بص شوف الحكايه وبص شوف الروايه وبص شوف التمريره العبقريه من ناصر اللي ضرب خط ظهر النادي الاهلي. الاولى صدها شوبير لكن الثانيه على طول سيف الجزيري يفتتح التسجيل اصدقائي في لقاء القمه 127. اديني سيف وكمان سيف وقدم لي الهدف الاول في الدقيقه 44 علشان يتقدم الفارس الابيض اصدقائي باول اهداف القمه ويتقدم على المارد الاحمر 1-0. اول محاوله واول انطلاقه واول ضرب لمصيده التسلل من الهداف القدير واول اهداف سيف الجزيري في لقاءات القمه في بطوله الدوري يسجله في القمه 127. عايز يا ولد يا ولد يعدي ناحيه اليمين لرضا سليم، يلعب العرضيه للي جنبه ولا قدام. هدف لصالح النادي الاهلي، هو احمد عبد القادر البديل يعملها يسجل هدف التعادل. قلت لك لغه الارقام ما بتكذبش، الاهلي في الربع ساعه الثانيه بيسجل 6 اهداف والسته بقوا 7. تاني ربع ساعه في الشوط الثاني الاهلي شكل تاني ويسجل هدف التعادل عن طريق احمد عبد القادر اللي قلب الماتش من ساعه لما نزل. لعب الكوره في الطرف اليمين واستنى العرضيه توصل له العرضيه، يخطف دفاع الزمالك ويخطف عواد ويسجل. بص كوره 2 اتعزموا عليها ان يلعبوا العرضيه. اول كوره لاعب من الاهلي يسبق في الطرف اليمين، ادي قفشه يسلمها لرضا سليم، تتلعب العرضيه قبل حسام عبد المجيد، قطع مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن في الخامسه عبد القادر ياخدها من قدام حسام ويسجل هدف التعادل لصالح النادي الاهلي. بره على اعصابه سواء من هنا او من هنا. الزناري يلعب رميه التماس الطويله تعدي الكل، خطيره للزمالك، سيف الدين الجزيري خطيره وشوبير يتالق، تترد مره ثانيه عاليه الكوره براسيه، فرصه وهدف لصالح الزمالك. سيف الدين الجزيري يعملها والكل ينزل لارض الملعب، فرحه جنونيه للزمالك. سيف الدين الجزيري في كوره محيره، كوره محتاره تروح فين ولا فين، تطلع من الدفاع ولا تدخل في المرمى من الهجوم، ترسى في الاخر في شباك الاهلي بهدف ثاني لصالح الزمالك. 2-1 برضو عن طريق سيف الدين الجزيري يسجل هدف قاتل، هدف قاتل في اللقاء وفرحه جنونيه لجماهير الزمالك اللي موجوده. محمد عبد المنعم هل كان فيها التحام؟ جوميز بيتكلم مع دونجا، مباراة أعصاب، مباراة مجنونة، ديربي مجنون، ديربي مجنون. ادي سيف الدين الجزيري، هل فيها لعبة خطر على سيف الدين الجزيري مع عمر كمال؟ وادي التكملة وادي محمد عبد المنعم، دي خطيرة، خبط في دماغه من دونجا، اتخبط في دماغه محمد عبد المنعم، 2 طالعين غير متعمدة طبعا من دونجا، لكن خلينا نشوف الكورة. ادي سيف الدين الجزيري تترد من سيد عبد الله نيمار، هنا الكرة من محمد عبد المنعم، على فكرة هو اللي لعب الكرة، عبد المنعم اعتقد هو اللي لعب الكرة، ودونجا التكملة من دونجا اهي ما بين دونجا وعبد المنعم، عبد المنعم اللي لعب الكرة، تترد لسيف الدين الجزيري. اعتراضات من جانب لاعبي النادي الاهلي، كرة بقول لحضراتكم محيرة، كرة محتارة، كرة محتارة تروح فين ولا فين، كرة متلخبطة. محمد عبد المنعم يجي يشتت يهيئ الكرة لسيف الدين الجزيري اللي يسجل بشماله هدف ثاني لصالح نادي الزمالك.